نظام الكبرانات الجزائري يغضب ويستفز الإعلاميان راشد العلالي وصامد غيلان. إليكم التفاصيل. مقتل شابان مغربيا من قبل السلطات الجزائرية يوم الخميس أثار موجة غضب العديد من المشاهير المغاربة الذين انتقدوا نظام الكبرانات الذي يعادي المملكة المغربية. وفي هذا الموضوع عبر الإعلامي المغربي رشيد العلالي عن غضبه من الجارة الجزائر وأفعالها الشنيعة ضد جارتها المغرب قائلا: قال الحسن الثاني رحمه الله: نريد أن يعرف العالم مع من حشرنا الله في الجوار. فعلا ما قام به جار السوء في حق أبنائنا هي جريمة بشعة لا يجب أن تمر مرور الكرام. فما يصلنا من أذية وحقد من هذا النظام المتحجر البائس يجعلنا ندرك أن الكبرانات لا يعرفون إلا لغة العنف. يجب علينا أن نندد بهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع المواثيق الدولية للحقوق الإنسان. أتمنى أن يتحرك مغاربة العالم من خلال المنظمة الحقوقية الدولية لشجب هذا الحادث المأساوي الذي راح ضحيته أشخاص أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم ضلوا طريقهم. يجب أن نسمع صوتنا للعالم كل من موقعه لكي يعرف الجميع. خبث ومكر الدولة يحكمها كلاب ضالة لا تتوانى عن إلحاق الأذى بالمغرب كلما أتيحت لهم. رحم الله إخواننا، اللهم ارزق ذويهم الصبر والسلوان. صامد غيلان بدوره لم يسكت ما بدر من الجارة قائلا: لو كان من قتلى في الحدود البحرية الجزائرية مواطنا فرنسيا اسمه كلود أو جاك لأقيمت الدنيا لم تقعد. لكن الأجنبي في حقوق الإنسان يبقى مواطنا من الدرجة السابعة حتى لو حصل على الجنسية. جريمة فرنسا بسكوتها صمت صحفاتها يعادل جرم الجزائر ورصاصها. رحم الله الضحايا أسكنهم فسيح جنانه. والجدير بالذكر كان شابان مغربيان قد لقوا حتفهم يوم الخميس على يد السلطات الجزائرية بعد أن ضلوا طريقهم في البحر ودخلوا الحدود البحرية الجزائرية عن طريق الخطأ.